بتاع النهاردة ازاي نعمل مخطط لمشروع معين عن طريق الاكسل، اللي هو ايه؟ حاجة اسمها الجانت تشارت. يعني ايه؟ يعني لو عندي مشروع عاوز اعمل له مخطط زمني معين، ده فيه عدة، المشروع ده بيكون فيه عدة مهام. المفروض المهام دي تنجز في ايام معينة من موظفين معينين او طلبة معينين. في المطلوب اعمل ايه؟ المطلوب ان انا اعمل جدول زمني للمشروع ده عن طريق الاكسل. طبعا المشروع بيكون مكون من اكثر من بروجكت، كل التاسكات دي او البروجكتس دي لها مدة معينة وفترة زمنية معينة، فكل ده ان شاء الله هنعمله النهاردة بالاكسل بطريقة سلسة وبسيطة عن طريق الجينت تشارت. وبرضو ازاي نحسب عدد الايام العمل للمشروع ده بما فيهم لو فيهم ايام راحات، ازاي نطرح منهم ايام الراحات دي. يعني مثلا لو عندي الجمعة والاحد راحة، ازاي ما ادخلش ايام الراحات دي في وسط المخطط الزمني بتاعي. ان شاء الله ده اللي المفروض ان احنا هنتعلمه النهاردة في الفيديو بتاع النهاردة. دي حاجة مماثلة للمشروع اللي قدامي ده دلوقتي. انا عندي مشروع مثلا، عندي اول يوم ستارت داي، بدأ المشروع من يوم 1/2 ليوم 3/2، او اداني 3 ايام اللي المفروض فيهم اهو. المشروع التاني من يوم 5 فبراير ل10 فبراير. المشروع التالت مثلا من 8/2 الى 12/2 اهو، ظلل معايا الايام. هنا مثلا من 13/2 الى 16/2 وهكذا. من 17/2 20 مثلا فبراير وهكذا. من 20 فبراير ليوم 28 فبراير وهكذا. كل فترة زمنية بتظلل للفترة زمنية معينة، وبيخرج منها الراحات، وبيجمع معايا الديوريشن المدة الزمنية، وبيجمعني توتال ورك دايز في كله على بعضه خلال الشهر كله. ازاي نعمل المخطط ده عن طريق الاكسل؟ تمام، ان شاء الله هنتعلمه النهارده مع بعض. نفتح شيتة جديدة ونقول اول حاجة، هنقول ستارت بروجكت. الستارت بروجكت مثلا يوم 1/1/2026. الاند هيبقى يوم 31/12. تمام، متفقين كده؟ متفقين. يبقى هنا ستارت داي، وهنا اند داي. تمام، هنبدأ بكام؟ ب1/1/2026. 1/1/26 هنقول هنا التاريخ +1، يبقى يوم 2/1، ونسحب لحد يوم 31. يوم 31/1. ازاي نحول 1/1 ده موافق يوم ايه؟ يوم سبت، يوم حد، يوم اتنين، وهكذا. تكست، ونعدد الفاليو، كوما. تمام، حددنا يوم 1/1 الخميس، ونسحب المعادلة بتاعتنا. هنعمل مثلا هنقول الستارت داي 1/1/2026 ليوم مثلا 6/1/2026. التاسك التاني من يوم 5/1 ليوم 10/1. من 9/1/2026 ل13/1/2026. من 14/1/2026 ل16/1/2026 وهكذا. ناخد التنسيق ده نفسه ونحطه هنا. احنا طبعا عارفين واحد اللي هو يوم 1 و2، واللي هو يوم 2 في الشهر نقلل شوية الفورمات بتاعه، نمبر نخليه كاستوم، نخليه داي بس. احنا عارفين ان احنا شغالين في شهر كذا. تمام. ممكن بس نعمل فورمات بقى ليه. فورمات برودر. نكبر الرو شوية. تمام كده. نعمل فورمات خفيف، نخلي مثلا اللون ده
احنا دلوقتي حددنا الجدول بتاعنا والستارت ديت والاند داي بتاع الايه بتاع التاسكات كلها. ممكن نكمل التاسكات لحد النهاية. 20/1/2026 هنقول مثلا من يوم 21/1/2026 ل25/1/2026، من 25/1/2026 لمثلا 28/1، هنقول من 26/1 ل29/1. وعندي تاسك تانية من يوم 27/1 ليوم 31/1/2026. يبقى أنا كده حطيت التاسكات بتاعتها كلها، الستارت داي والاند داي. اول حاجه عايز احدد ايام الراحه بتاعتي، اظللها بظل مختلف علشان ما تجيش معايا في الايام العمل بتاعتي. احنا اتفقنا ان احنا الجمعه والحد راحه. اقوم مظلل الجدول بتاعي كله كده، واروح على داتا كونديشنال فورماتنج، هنقول له نيو رول، هنقول له يوز ا فورمولا. تمام. هاجي انا هنا كده واختار له اول خانه فيها الايه الايام. وطبعا هشيل التحديد اللي هو عامله لي دي، اللي هي علامة الدولار دي، علشان ان هو ياخد لي كل الايام اللي معايا في الجدول. تمام. هنقول له ايكوال، ونفتح علامات التنصيص، هنقول له يوم الجمعة، ونقفل علامات التنصيص ونقول له اوكي. نختار لون مختلف ليوم الجمعة ده مثلا. اوكي. هلاقيه محددها ليش. اقوم رايح conditional formatting manage rules، هو زود لي اكس اي هنا قبلها اهي، اشيل الاكس اي واقول له اوكي. اهو ظلل لي كل ايام الجمعه. يبقى كده ايام الجمعه شالها معايا. احنا عندنا كمان يوم الحد، اتفقنا ان يوم الحد راحه، يبقى نشيل الحد كمان كانه راح. بنفس الفكره نروح conditional formatting new rules use a formula. هقول له هنا لا، هنحدد الاول. اتفقنا نحدد الجدول بتاعنا الاول. حددنا الجدول conditional formatting new rules use a formula. هنيجي هنا نختار اليوم وهنشيل علامة الدولار، هنقول له equal، نفتح علامات تنصيص الأحد. بس لازم ناخد الفورمات بتاع الأحد نفس ما هي مكتوبة هنا بالظبط، الألف عليها همزة يبقى الألف عليها همزة هنا. أوكي. وناخد فورمات جديدة ليوم الحد. أوكي. برضو نفس الفكرة، هروح الكونديشن في مانج رولز، اشوف المعادلة بتاعتي، هتلاقيه مزود اكس اي، اشيل الاكس اي. اوكي. يبقى انا كده عملت ايه؟ عندي الجمعة والحد راحة ما بشتغلش فيهم. هنبدأ ازاي نخلي التشارت بتاعنا يشتغل عن طريق الستارت داي والاند داي. تمام. برضو نفس الفكرة، هنحدد اي جدول كله ونروح لكونديشنال فورماتنج new rules. تمام. هنقول له use as a format. هنيجي هنا نكتب له الدالة دي 6 اللي هي الخانة اللي فيها التاريخ أكبر من أو يساوي دي، كوما الخانة اللي فيها التاريخ التاني أقل من أو يساوي الخانة الاند داي. دلوقتي هنشوف ايه اللي المطلوب مننا ان هو يكون عنده علامات الدولار وايه اللي مش مطلوب منه. عندي الدي متغير، يبقى انا اشيل علامة الدولار اللي قبلها. تمام. عندي الاند ديت دي ثابت، يبقى انا اسيب علامة الدولار قبلها، وهكذا. برضو هنا الدي هشيل علامة الدولار من قبلها لانها متغيرة، وهنا دي ثابتة هشيل علامة الدولار من بعدها. تمام. ودي اوكي. انا عايز يبقى اللون بتاع ده ايه، هنقول له مثلا اللون ده، واقول له اوكي. في مشكلة في هنا، هنقول له بتساوي and، ونفتح قوس، التاريخ اكبر من او يساوي الستارت، كوما التاريخ اقل من او يساوي الاند داي. نيجي نشوف ايه اللي هيتثبت وايه اللي مش متثبت. تمام. الدي دي مش ثابته، يبقى هنشيل علامه الدولار من قبلها. البي ثابته، هنشيل علامه الدولار من بعدها. الدي ثابته، هنشيل
علامة الدولار من قبلها، ودي مش سي علامة الدولار من بعدها. هنختار الفورمات، هنقول له الاخضر اوكي. اوكي طبعا هنروح هنا conditional formatting manage rules، هنلاقيه برضه هو حاطط الاي اكس، وهنا حاطط اي اكس. اوكي اوكي اهو عمل لي المخطط بس حالا هو مدخل ايام الراحة جوه المخطط الزمني بتاعي. فانا هروح له على conditional formatting برضو manage rules، واقول له لا شوف ايه المعادلة اللي انت تاخدها قبل واحدة انزل. طبعا انا عايز بتوع الراحات هم الاول اللي يظهروا لي والتانيين ما تظهرش، فانا انزل دي لتحت كده. فعمل لي اهو، عمل لي المخطط الزمني بتاع الستارت ديت، وده اهو هيخلص من يوم الخميس، هيخلص التلات، يبقى ده هياخد 4 ايام عمل. 4 ايام عمل. ده من يوم 5 ليوم 10 هياخد ادي 1 2 3 4 5 ايام عمل. من يوم 9 ليوم 13 خد 1 2 3 ايام عمل. من يوم 14 ليوم 16 خد يومين 2 عمل. من يوم 16 ليوم 20 خد 3 ايام عمل فقط، وهكذا. يبقى انا كده اجي احسب له الديوريشن بتاعي. ممكن اخد نفس التنسيق ده كده اللي هي المدة الزمنية، ديوريشن الايه اللي هي المدة الزمنية بتاعتي. اقول له المدة الزمنية هتساوي الستارت ديت ناقص الاند داي، يبقى ادينا 5 ايام. ممكن ناخد التنسيق ده كله بقى هنا كده، وناخد دي ننزلها كده، يبقى انا اداني مدة زمنية لكل ايه، لكل فترة انا عايز اشتغل عليه. ممكن نعمل لدي تنسيق مثلا برودر، تمام. يبقى انا عملت دلوقتي مخطط زمني كامل للشهر اللي انا شغال في. كمان ان انا ممكن اجي اقول له مثلا توتال work days، اشتغلت كام يوم. تمام، اقول له دي بتساوي sum الرينج ده، يبقى انا كام 34 يوم عمل. يبقى انا خلال الشهر ده كنت عامل تاسكس بحوالي 34 يوم عمل للتيم بتاعي. ممكن اعمل بقى ده بالنسبة للطالب، بالنسبة لمجموعة للطلاب، بالنسبة للمدرسين، بالنسبة للموظفين اللي عندي، ادي لكل واحد تاسكس خلال الشهر بتاعه. وفي الختام احب اقول لك ان اي مشروع من غير جانت تشارت او مخطط زمني مش بيتأخر بالصدفة، ده بيتأخر من غصب عنك. فلازم تتعلم تعمل المخطط الزمني علشان مشروعك يتنيه ماشي مظبوط. لو انت عندك اي تعليق او سؤال سيبه لنا في الكومنتات واحنا هنجاوب عليه.